الفيديو ده مش ترند، دي جريمة اتصورت واتنشرت، واللي عمل كده ممكن يتحاسب بعقوبات كبيرة. المشكلة مش بس في اللي حصل، المشكلة ان في ناس اتفرجت وضحكت، وناس صورت وناس نشرت كأن الإهانة بقت محتوى. لما أذية إنسان تتحول لفيديو ترند، احنا محتاجين نراجع نفسنا قبل ما نراجع الواقع نفسها. قانونيا بقى احنا قدام أكتر من جريمة في نفس الحدث، مش تهمة واحدة. البلطجة واستعراض القوة ممكن يوصلوا ل5 سنين حسب الظروف. الضرب البسيط ممكن يوصل حبس لمدة سنة أو أكتر لو في إصابة. هتك العرض العقوبة من 3 سنين ل15 سنة حسب الضرر. التصوير والنشر بهدف التشهير حبس من 6 شهور لسنة، وغرامة من 100,000 ل300,000. المساءلة مش على اللي ضرب بس، اللي أكبر واللي شارك واللي صور ونشر، كل دور عليه مسؤولية قانونية. انت شايف نشر الفيديوهات دي وفتح الوقائع بيحقق ردع ولا بيصنع ترند من الإهانة؟ قول لنا رأيك.